السلام عليكم. مرت 90 سنة على حادثة أغلب العراقيين ما يعرفوها، وأنت شيء أكيد ما تعرفها لأن الإعلام ما يريدك تعرفها. وهاي الحادثة صارت بالعصر الملكي بالعراق، والبعض يعتبر العصر الملكي مقدس وإلى أسبابه. بسنة 1933 صارت مجزرة بشمال العراق، وتحديدا ببلدة سميل بمحافظة هوك، ضد الآشوريين اللي يعتبرون من أبناء البلد الأصليين، وبأمر من الملك المستورد من الحجاز فيصل الأول، وبمساعدة رشيد علي الجيلاني وبعض العشائر الكردية. تم إبادة ما يقارب 3000 آشوري بهاي المجزرة، ومحو ما يقارب 63 قرية في بلدة سميل. بغض النظر عن الوضع السياسي وعن توجه الآشوريين، السؤال يقول: هل يحق لملك اصلا مو عراقي ومستورد من الحجاز ما يعرف ولا يفهم طبيعه سكان هاي الارض واطيافها ان يبيد هذا العدد من العراقيين بهيج خطوه اجراميه؟ والجواب يمكم. فيا عزيزي، العراق ما كان عايش عيشه الملوك بزمن الملكيه، واللي نقلوا لك كله عباره عن كذبه كبيره، وبالعكس هاي الفترة كانت عبارة عن فترة فقر وقحط، وبس الملوك والمقربين من عندهم كانوا مدللين، أما الباقين فكانوا يترسون مي من الشط بالسطل. أما الطائفية والتمييز والتفرقة فحدث ولا حرج. والملكية هي أول من زرع بذرة الطائفية بالعراق، وهاي البذرة ايش وقت ما ترش لها شوية كره، شوية إعلام أصفر، شوية تدخلات خارجية، راح تخضر من جديد. وإذا تطلع على التاريخ بنفسك راح تعرف شو أقول. واليوم كان هنا كارثة سميل برعاية الملك المستورد. أودعناكم.